مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين في صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم كما راكم تشوفوا راح نديروا بيتزا سوفلي اقتصادية. اذا حبيتوا تشوفوا طريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو. هنايا كما راكم تشوفوا خياتي العزاز ما كاش كامل المقادير بزاف. وش عندنا فيها؟ عندنا الماء دافي، عندي ملعقة صغيرة تاع الملح، عندي ملعقة صغيرة ما نكتروش نديرو رشة خفيفة تاع الخميرة باش ما تجيناش خشينة لاباط كي طيب وما تجيناش معجنة من الداخل. هذا هو السر اللي نستعمله انا في البيتزا. عندي 2 مغارف تاع الزيت العادي، عندي كمية تاع الملح يقعد على حسب الذوق، عندي حبة بياض البيض والصفار نحتفظوا به، وعندي الفارينة. الحاجة الأولى راح ندير نص كاس تاع الماء يكون دافي. هاد العجينة راني معتمد عليها من زمان، راح تعطيكم نتيجة هايلة. كما قلنا نص كاس تاع الماء يكون دافي، نزيدو نضيفو عليها نص ملعقة صغيرة تاع القهوة خميرة، ما تكتروش. إذا حبيتو البيتزا تجيكم تتقرمش وتجيكم خفيفة ولاباط تجي رقيقة ما تكتروش الخميرة. الخميرة هي اللي راح تجيكم لاباط تاعكم معجنة. هنايا ضفت نص ملعقة صغيرة تاع القهوة خميرة، ضفت ملعقة صغيرة تاع السكر، هنا ضفت حبة تاع البياض البيض اللي تكون بحرارة المطبخ، والصفار نحتفظوا به من بعد ندهنوا به اطراف تاع البيتزا تاعنا، بيتزا سوفلي. نحطوه على جانب، نغطوه هكذا باش ما نديرش هذيك القشره من الفوق، ونخلطوا هاد لي زانغريديون كامل مع بعض. الملح نخلوه مع الفارينه هكذا باش ما يقتلناش المفعول تاع الخميره تاعنا. نذوبوا كامل هذيك السكر والخميره. دوكا نبقاو نديرو في الفارينه. الفارينه انا عيني هي ميزاني، بصح نتوما راح نكيلكم بالكاس. على كل حال تبقاي تطمي في العجينه تاعك حتى تتحصلي على عجينه تكون طريه، ما تكونش يابسه وما تكونش متلوقه بزاف، تكون تقدري تتحكمي فيها. كما قلت لكم خياتي، هاد البيتزا صدقوني على بالي بلي باذن الله حتجربوها وتولوا معتمدين عليها. راح نديرو الشكل ماشي كيما مالفين، نديرو هكذاك خبزات مدورين كل خطره كيفاش نديرو نوع تاع البيتزا. كل مره ندير معكم نوع باذن الله. هنايا راح ندير الكاس تاني تاع الفارينه. انا الفارينه تاعي انا راني مغربلتها من قبل. دوك نبقاو نجمعو في العجينه حتى نتحصلوا على عجينه كما قلت لكم خياتي تكون حاكمه روحها. هنا في هذه المرحله ندير الملح نخلوه مع الفارينه. هذه قاعده امشوا عليها خياتي. كل ما ديروا المعجنات ولا المملحات الملح تاعكم خلوه مع الفارينه، بالاخص الا درتوا العجينه اللي فيها الخميره. هنايا راح نزيد كاس ماشي معمر بزاف تاع الفارينه. على كل حال كما قلت لكم خياتي انا ندير عيني هي ميزاني. ابداو ديروا غير بشويه بشويه حتى تحصلوا على عجينه تكون حاكمه روحها. نضيفوا كميه تاع الفارينه ما نديروهاش كامل، ونبقاو نطمو في العجينه تاعنا بهذا الشكل. انا راني نسرع لكم خياتي في الفيديو هكذا باش ما نطولش عليكم ونكون ثقيله عليكم. لازم تحصلوا على هذا القوام. عندي هنايا شويه تاع الزيت ندهن به الغيسيبيون تاعي، ونعاود نرجع العجينه ونخلوها تختمر براحتها. ما لازمش حتى تديفلوب بزاف، واحد من 4 ساعة وشكلوها. هنايا الصفار تاعي اللي قلت لكم عليه كنت غطيته باش ما يديرليش هذيك القشره من الفوق، من بعد نحتاجوه. هنايا كانت عندي كميه صدر تاع الدجاج قطعتها على شكل عشوائي يكون صغير، ونديرو الملح والفلفل الكحل ونحطوها فوق النار وشويه تاع الزيت ونحطوها تتحمص. هذا واش نديرو فيه غير ملح فلفل كحل وشويه زيت ونخلوها تتحمص براحتها.
هنايا خياتي العزاز كيما شفتوا العجينه تاعي راهي اختمرت. نحطوها فوق طاوله العامل، نسيبودريو شويه لافاغين هكذا باش ما تاخذ لنا الطوع وما ما تبداش تلاصق لكم في يدكم. هي على كل حال راهي عجينه ما شاء الله. نبداو نديرو نشكلوا العجينه تاعنا ونديروها قريصات يكونوا متوسطين الحجم، يكونوش كبار بزاف. انا عطيت لكم القاعده تاع العجينه، نتوما التشكيل دائما الشكل دائما يقعد اختياري ليكم. هكذايا نسيبودريو شويه رافاغين في البلا ونحطوا هذوك الخبيزات تاعنا ونغطوهم. هنايا هذا هو الدجاج اللي درتو او طابخ هذاك اللون في الدوغي، ونحوه خلوه يبرد. وهنا طماطم خياتي راني درتها معكم في فيديو اللي سبق. ديري 3 حبة طماطيش يكونوا حمورة، تغسليهم تخليهم بالقشرة، تحطيهم في كسرونة، ديري عليهم كاس تاع الماء، رند، زعترة، ملح، فلفل كحل، حبة بصل تكون متوسطة، 3 سنينات تاع الثوم والملح، وتغطيها غير تشوفي لاصوص تاعها بدات تنشف، طفي عليها وميكسيها. هذا واش ديري فيها، هذه لاصوص هايله بزاف. هنا عندي زيتون، عندي الهريسه، وهنايا عندي هنا الجبن خاص بالبيتزا، وعندي جبن شيدار، وعندي الجنجلان اللي نزينو به اطراف تاع البيتزا سوفلي. من بعد نحكموا العجينه تاعنا. انا الفرن تاعي راهي يسخن من قبل، تكون درجه الحراره تاع الفرن تكون عاليه هكذا باش تطيب لكم تمتم وتجي كيما تاع المحلات. ما ديروهاش على نار متوسطه، ديروها اقصى درجه وخلوها غير ديروا البيتزا تاعكم طيب تمتم، راح طيب وتحمر لكم الاطراف بلا ما تشعلوا الفوق، تشعلوا لها غير من التحت. هنا راني نفتح في العجينه واستعملت شويه بلافاغين، نديرها سمك ما يكونش رقيق بزاف وما تكونش خشينه، تكون متوسطه. انا راح نديرها كما قلت لكم خياتي، حنديروا بيتزا سوفلي بنتها ما شاء الله. انا كنديرها لعائلتي صدقوني ما تلحقش حتى الطابله باش نحطها يتعشى ولا يفطروا، ما تلحقش مسليوه تروح ليهم بسلامتهم. هنايا راني نفاصوني فيها بهذا الشكل. لازم تحطي صباعك وترولي عليه هذيك العجينه، تحطي صبعك وتدوري عليه العجينه راح يعطيك هذاك الشكل تاع التفيره. هذه لمسه تقعد اختياري، والمبتدئات تقدر تفاصوني البيتزا تاعها في البلا اللي راح يدخل الفرن. على بالي تجيها شويه صعيبه ترفدها من طاوله العمل للسنيوه، فاصونيها ديريكتومون في البلا تاعك اللي راح يدخل للفرن. انا درت لها من الفوق صوص طوماط، ودرت شويه دجاج، ودرت جبن شيدار، والجبن هذاك سبيسيال بيتزا. هذاك الجبن انا نديرو باش يزكي لي ويجي طعم تاني ما شاء الله. باش ما تكتروش الشيدار ديروا هذاك الجبن سبيسيال، من بعد ديروا جبن شيدار من الفوق، راح يعطيكم طعم ما شاء الله. هنا كررنا نفس العمليه، دوك ندخلهم يطيبوا ونشوفوا البيتزا تاعنا في شكلها النهائي. هذه هي بيتزا سوفلي اللي خدمناها مع بعض. صدقوني غير من الفرن ليكم نتوما جات تتقرمش. تحبوا الاطراف ديروا فيها الجبن ابيض، لكم الاختيار. ريحتها راهي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو خطوه بخطوه وتجربوها وتعجبكم وترجعوا لي آراءكم في التعليقات. وبالمناسبة نشكر كامل المشتركات اللي دعموني باش تم قبول قناتي وتحققوا لي الشروط بفضل ربي سبحانه وفضلكم انتوما. شوفوا كيفاش جا شكلها من الداخل. صدقوني يا خياتي العزاز شهيتكم بالجنة، جات ما شاء الله. ريحتها راهي تحبق. هذيك لاصوص طوماط كدرنا فيها الزعتر والرند وتبلناها مليح، عطاتنا ريحة هايلة، والطعم
ما نحكي لكمش كما قلت لكم دائما خياتي نشهيكم ان شاء الله بالجنة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتفرحوا بها عائلتكم. وما بقى لي في الاخر نقول لكم خياتي العزاز ما تنساونيش تعليقاتكم، واللي ما اشتركتش نقولها اشتركي وفعلي زر الجرس باش يلحقك كل ما هو جديد على قناتي. وتهلاو في روحكم وخليت لكم ان شاء الله الصحة والراحة يا رب العالمين. سلام.